ليه أنا بالذات؟ واشمعنى مدينة نينوى؟ وهل ربنا الحنين الطيب هيهلك المدينة فعلا؟ الأسئلة دي فكر فيها يونان، وعلشان كده هرب من ربنا. ربنا اختار نبي من اليهود ليكرز لمدينة نينوى الأممية، علشان يقول لنا إنه ما جاش عشان اليهود بس، لكن جه لخلاص جميع البشر، وكل نفس خلقها ربنا هي غالية عنده. فما بالك بمدينة زي مدينة نينوى، قال عليها ربنا أكتر من مرة في الكتاب المقدس بالمدينة العظيمة، لأن كان فيها 120 ألف نسمة، أهلها ما يعرفوش يمينهم من شمالهم. وهل تفتكر إن طيبة ومحبة ربنا تسيب شعب زي ده يهلك؟ أكيد لأ. وده اللي خلى يونان يهرب من ربنا، لأنه عارف إن الله رؤوف ورحيم وبطيء الغضب. لكن المهم في قصتنا النهاردة إن يونان رجع لربنا وعرف غلطته، وكمان شعب نينوى رغم كل شرورهم وخطاياهم الكتيرة هما كمان رجعوا لربنا، وربنا سامحهم. ودلوقتي ربنا مستنيك انت ترجع له، فاتح لك دايما حضنه في اي وقت، مهما كانت خطاياك ما تتأخرش عليه.